عاملين ايه يا احلى اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. صباحكم لبن حليب، صباحكم نادي بذكر الله، صباح الفل، صباح الياسمين. يا رب النهارده يجي عليكم مليان بالحب والتفاؤل وراحة البال. نفتح بقى البلكونه وندخل بقى في البيت الشمس كده، وناخد باور كده، وناخد طاقه ايجابيه ونطلع الطاقه السلبيه. وكان في شمسيه حلوه اليوم ده كده، تاخدكم معايا البلكونه كده ونطلع الطاقه السلبيه وناخد طاقه ايجابيه وناخد كده شويه باور كده وندخل بعد كده. شايفين الشارع مكسرين، وهنا مغيروا المواسير عندنا في الشارع. مكسرين الشارع مبهدلينه، غيروا المواسير والشارع كله لحد اخره. لو شايفين لحد اخر الشارع، حتى الحفار هنا واقف شغال برضو يحفر هنا بعمل لكم زوم. شايفين الحفار شغال يحفر برضو في الجزئية دي، بياخدوا ايه حتة حتة بيحفروها وبيغيروا المواسير. ربنا يصلح الحال يا رب، ويقوي الناس كلها ويعين الناس كلها يا رب. يا رب بس بعد ده كله يظبط لنا الشارع، عشان زي ما شايفين منظر الشارع مكسر ومش عارفين نمشي فيه، وغير بقى التراب. ربنا يصلح الحال يا رب. يلا بقى كده ناخد شوية باور كده، وناخد طاقة إيجابية كده من الشمس الجميلة دي، وندخل بقى نشوف ورانا ايه ونشوف دنيتنا ايه. يلا بينا نشوف مطبخنا. يلا بينا ندخل المطبخ. شايفين بقى حتة الشمسية بقى داخلة كده المطبخ. الحمد لله على نعمك علينا يا رب. المواعين دي كنت غسلها من الليل، سايباها هنا على البوتاجاز، وما فيش مواعين كتير في الحوض. كان سنتين كده يعني سايباهم من بالليل، يعني عشان يطروا كده، يعني فيهم ميه عشان يطروا. وهنا بقى ايه طبق جبنه عيش، يعني الحاجات بتاعت الفطار. هنلم بقى دنيتنا كده ونخلي رخامتنا زي الفل، معلهاش حاجه. ده العيش، وده ايه علبه كده فيها الجبنه عشان الفطار. بس كده. والبوتاجاز زي الفل ونضيف ومفيش اي حاجه الا حتتين الزيت دول. همسحهم كده مكان ما ايه كنت بقلي يعني بطاطس كده، همسحهم ونخلي البوتاجاز فله كده. قبل ما اعمل اي حاجه وقبل ما امد ايدي في اي حاجه، لازم نعمل ايه؟ نعمل كوبايه الشاي الصعيدي المتينه، اللي هتخلينا بقى نعمل كل حاجه. من غيرها مش هعرف اعمل اي حاجه. يلا بينا كده ناخد حسنات كتير ونذكر بعضينا ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش هقول لك اعملي لايك ولا اشتركي في القناة، دي حرية شخصية براحتك. بس اللي عايزة اقوله لك، صلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عشان تكسبيني حسنات. وتسيبي لي دعوة حلوة كده في الكومنت، دعوة حلوة من قلبك. ولكن بالمثل زيها عملنا بقى كوبايه الشاي. يلا بينا نشربها ونشوف بعد كده ايه معانا. شايفين البوتاجاز ما فيهوش اي حاجه الا حته كام زيت كده، يعني نقطه هنمسحهم ونخليهم زي الفل. طب بالنسبه للسواد اللي حوالين العين دي، حاولت كتير ان اطلعه ومش راضي يطلع. انتوا برضو اكتبوا لي في الكومنتات لو عندكم خلطه او عندكم طريقه مجربينها، اكتبوا لي عشان منظرها مضايقني جدا. يلا بينا نحضر اول حاجه في غدانا. اول حاجه في غداك يا ام البنات، اول حاجه في غدانا هنعمل طبق ملوخيه ناشفه، حاجه كده سكر. دي طماطميه كبيره مبشوره، عليها كام فص ثوم مهروسين، عليهم رشه فلفل اسود، رشه كزبره ناشفه، رشه سكر، عشان يبقى لك الملوخيه مسكره وزي العسل. نديها تقليبه حلوه كده، تقليبه مية مية كده. وبعد كده هنسيب الكلام الجميل ده وشربتنا تغلي. لازم الشوربه تغلي، ما تنزليش بالملوخيه الا لما الشوربه بتاعتك تغلي. اول ما تغلي يلا بينا نشوف بعد كده هنعمل ايه. ادي الشوربه بتاعتنا غلت كويس، نديها تقليبه حلوه. طب انا عايزه الملوخيه بتاعتي الناشفه كانها خضره، اعمل ايه؟ هضيف لها تكايه تخلي لك الملوخيه الناشفه كانها خضره. الملوخيه بتاعتك الناشفه يبقى لها عرق وكانها خضره بالظبط. يلا ما ترغيش يا ام البنات وقولي بقى ايه اللي يخلي الملوخيه يبقى لها عرق. الاضافه دي هيخلي لك الملوخيه الناشفه خضرة بالظبط، ويعمل لها عرق كده بالظبط. ايه هي؟ رشه كربونات، ورشه بسيطه جدا. شايفين حاجه بسيطه جدا. رشه الكربونات دي تخلي لك الملوخيه الناشفه ليها عرق زي الخضره بالظبط. هتنزلي بالكربونات، رشه الكربونات، واول ما تنزلي بيها تفور تنزلي بالملوخيه بتاعتك وتدي تقليبه بسرعه بسرعه، عشان الملوخيه بتاعتك ما تلكلكش ولا تعمل ايه كور كده. اضربي جامد بيها عشان الملوخيه بتاعتك تفك وما تلكلكش. تمام كده. ونشيلها على طول من النار، يعني ما تخليش الملوخيه بتاعتك تغلي. لاول ما تنزلي بالملوخيه وتديها تقليبه حلوه تشيليها على طول، ترفعيها من النار على طول. هنا بقى نحضر ايه الطشه بتاعتنا. معلقه كبيره سمنه او سمنه بلدي زي ما انت حابه، وعليهم كام فص توم كده مهروسين. وايه بقى اول ما التوم بتاعك يطلع كده وريحته تفحفح كده في قلب المطبخ، ننزل عليهم بالكزبره الناشفه بتاعتنا. كنت بحاول اثبت الطاسه على العين عشان العين كبيره والطاسه صغيره، ما اعرفش ليه. يعني استخدمت الطاسه دي، بس الحمد لله نصيبي اللي لقيتها في وشي استخدمتها. بس هنظبطها ونخلي ايه كل حاجه مرتاحه ان شاء الله.
هنا كده كنت بظبطها عشان عايزه ايه اجيب الكزبره. هنجيب الكزبره بقى، ننزل بالكزبره اول ما يعني ريحه التوم كده تطلع، هننزل بالكزبره بتاعتنا. ادي الكزبره هننزل بيها، واول ما ريحه الكزبره كده تطلع بقى مع ريحه التوم بقى، هضيف كمان حته مرقه دجاج بسيطه جدا، حبه حبه مش حبه براحتك. اول ما الكلام الجميل ده كده ريحته تطلع كده، وتلاقي الكزبره حمرت والتوم كده حمر وايدك فيها، ما تسيبيش الطشه وتروحي مثلا تكلمي ابنك ولا بنتك ولا تطلعي بره المطبخ، لا ايدك فيها عشان التومه والكزبره يعني روحهم خفيفه، هتلاقيهم على طول حمروا، ايدك فيهم عشان ما يتحرقوش. ادي كده شايفين اللون اتغير والريحه بقى فحفحت في قلب المطبخ. هنقلب بقى الملوخيه كويس كده، وهناخدها كده الطشه بتاعتنا وننزل على طول على الملوخيه. يا سيدي على الجمال، يا سيدي يا ريت كلكم تكونوا موجودين واعمل لكم احلى طبق ملوخيه واعمل لكم الحلو كله. شايفين الجمال والريحه، والملوخيه خضره وجميله، شايفين الخضار جميله وليها عرق وجميل. ليه؟ عشان رشه الكربونات الصوديوم اللي انا ضفتها خلت الملوخيه ليها عرق كده كانها خضره بالظبط. شايفين الخضار وحاطفه على طول عليها، ما خليش الملوخيه بتاعتي تغلي، كتر الغليان هتسود الملوخيه. خلصنا بقى الملوخيه، ندخل بقى في الكلام الجميل والكلام التقيل. ايه هو الكلام التقيل؟ شايفين الجمال؟ يا سيدي على الجمال والحركات والتكات. هنا سايبه شوربه على النار يعني بتغلي، وهنا بقى المحشي بتاعنا الاخضر الجميل يا سيدي. شايفين لوحه فنيه؟ عارفين المحشي ده ايه؟ الشاطره تكتب لي قبل ما اقول لكم. يلا بسرعه انزلي اكتبي لي في الكومنتات المحشي الجميل ده. يلا بسرعه كتبت في الكومنتات ده محشي ورق عنب، اللي هو مش ورق عنب، اللغز ده. لو انت شفت الفيديو اللي فات هتعرفي انا بقول ايه. لو ما شفتيش الفيديو اللي فات ارجعي بسرعه بسرعه شوفي الفيديو ايه، وايه المحشي ورق عنب اللي هو مش ورق عنب. ده محشي ورق السبانخ. طب انت ليه ما عملتيش الحله دي معانا من البدايه؟ انا عملته الفيديو اللي فات بالتفصيل وحدي. ارجعي شوفي الفيديو ده هيعجبك جدا وهتعجبك الطريقه وهتعتمديها. ما رضيتش ارخم بصراحه واعمله تاني، انا سايباه الفيديو اللي فات يعني وحدي، في فيديو وحدي. ارجعي شوفي الفيديو ده. دي كده الصلصه بتاعت الخلطه، يعني التسبيكه كنت سايبه كده حبه في طبق على جنب، عشان ايه؟ بحب اضيفها كده على الشوربه عشان لما اجي ازق بيها المحشي يبقى المحشي كده احمر وجميل. خدت كده حبايه من الصلصه التسبيكه دي بتاعت المحشي وعلى الشوربه بتاعتنا، وهظبط بقى الملح واسيب الشوربه اول ما تغلي. هضيفها بقى ايه على المحشي بتاعنا. بس ايه قبل ما هنضيف الشوربه يعني هنعصر ليمون. انتي مش مقطعه ليمون في يعني من تحت المحشي، انا مقطعه حلقات ليمون وحلقات بطاطس وحلقات جزر من تحت قبل ما ايه ارص المحشي. تمام كده. بس احنا بنحب المحشي الورق عنب مزز، عشان كده انا هعصر ليمون تاني. يعني انا رصه تحت المحشي حلقات ليمون وبرضه هعصر له الليمون. طب انت ازاي بتقولي ان ده مش ورق عنب وهتعصروا لي الليمون؟ انت لو شفت الفيديو اللي انا عاملاه بالتفصيل هتعرفي ان ورق السبانخ بالظبط، ولا ريحه سبانخ ولا طعم السبانخ بالظبط ورق عنب. اعمليه بنفس طريقه الفيديو اللي انا عاملاه فيه، هتعرفي ان ده ورق عنب مش سبانخ، وهتعتمد الطريقه ان شاء الله. ارجعي شوفي الفيديو ده وهيعجبك باذن الله. لو انت زي حالتنا كده بتحبيه ميزز، اعصري ليمون عشان الورق العنب بيحب ليمون كتير يبقى ميزز كده. ارجعي شوفي الفيديو اللي فات، هتعتمد الطريقه وهتعجبك جدا جدا جدا. واعرف الخطوات بالتفصيل في الفيديو اللي فات عشان انا عاملاه بالتفصيل. هنا كده جبت طبقه غطيت كده وش المحشي عشان يبقى محكوم كده ومرسوم رسم. هنا بقى الشوربه كانت غلت، هننزل بالشوربه بتاعتنا، بس مش هننزل بشوربه كتير زي اي محشي. كتريش الشوربه عشان ورق السبانخ خفيف، ولو كترت الشوربه هتلاقيه دب معاكي. لا ما تكتريش الشوربه. طب الرز هيستوي؟ هيستوي، هيبقى زي العسل والفل. هظبط كده الشوربه، وزي ما قلت لك ما تكتريش الشوربه، يا دوبك الشوربه توصل كده لاول صف، يا دوبك كده يظهر زي ما انت شايفه كده، يا دوبك ظاهر كده في اول صف. ما تكتريش الشوربه زي اي محشي. تمام كده. هنزل عليه بالليمونه الثانيه. انا عصرت الليمونه الاولانيه من غير شوربه، عصرتها على كده، والليمونه الثانيه نزلت بيها بعد ما ضفت الشوربه. تمام. يبقى انا ضفت ليمونتين كبار ورصه ليمون من تحت عشان يبقى ميزز وحلو، ولا هتحس بطعم سبانخ ولا ريحه سبانخ نهائي. ورق عنب
وطعم ورق عنب وريحه ورق عنب. حتى حلو المحشي ده لاولادك لو مش بيحبوا السبانخ، اعملها لهم بالطريقه دي وما تقولولهمش ان ده سبانخ، هيحبوها عشان السبانخ مليانه طبعا حديد وفوائدها حلوه جدا. اعمليها كده في عزومه لحبايبك وما تقولولهمش ان ده سبانخ، قولوا لهم ورق عنب. هتعجبهم جدا جدا، وهتعتمدي الطريقه دي وهتبطلي تجيبي ورق عنب. بقى زقينا المحشي شوربه، يا دوبك الشوربه ظهرت كده في اول صف، هغطى عليها وهدى عليها النار ويستوي كده مع نفسه، ولا هيدوب ولا هيبقى طبيخ ولا اي حاجه. تعالوا بينا نشوف شكل المحشي بعد ما استوى. يا سيدي على الجمال، هوا يا هوا المحشي استوى. ايه رايكم في شويه المحشي دول؟ حاجه كده لوز اللوز، حاجه كده زبده، حاجه كده تحفه، ريحه وطعم وورق عنب وحاجه كده يا سيدي على الجمال. شايفين بقى حلقات الجزر والبطاطس وحلقات الليمون، ريحه وطعم ورق عنب. اعملي الطريقه دي هتعتمديها وهتلغي خالص ورق العنب. حاجه داب ولا حاجه هرى ولا حاجه بقى طبيخ، الصباع بصباعه. محشي ورق عنب ده ولا مش محشي ورق عنب يا متعلمين بتوع المدارس يا سيدي؟ حاجه كده لوز اللوز، حاجه كده في القلب يا قلب اختك. فين الصباع يعني ايه محكوم ومرسوم. اعملي الطريقه دي وهتعتمديها وهتدعي لي وتقولي يا سيدي على اختراعاتك يا ام البنات. يا سيدي يا سيدي يعني. وادي طبق الملوخيه الخضراء جميل واخضر وزي العسل. اتغدينا بقى بالف هنا وشفا. اتغدينا الغدوه المتينه، اختراع بقى ام البنات الجميل بالف هنا وشفا. جربي الاختراع الجبار ده ومش هتندمي. ارجعي شوفي الفيديو اللي قبل ده، الورق العنب اللي هو مش ورق عنب، وهتدعي لي. لو جربتيه اكتبي لي في الكومنت تسلم ايدك يا ام البنات ودعوه حلوه من قلبك. ايه ده بقى، انت هتعزلي ولا يا ام البنات؟ بعد ما اتغدينا ولمينا مواعيننا، بس ما رضيتش اغسل المواعين معاكم عشان ايه ما تملوش، مش كل فيديو اغسل المواعين. ورتبنا البيت. بعد كده طلعت كده الهدوم عشان خاطر رايحه فين يا ام البنات؟ انت معزله ولا ايه؟ لا يا قلب اختك. خلصنا بقى امتحانات يعني فترة اجازة ومفيش دروس. قلت يعني ايه اطلع يعني اخد كام يوم عند والدي، يعني الواحد يغير كده عشان النفسية مش احسن حاجة. ضغط بقى المدارس والدروس والنفسية يعني مش احسن حاجة. قلت خلاص يعني اخد لي كام يوم عند والدي. هنا بقى هنرتب الشنطة كده مع بعض ونروح بقى نغير كده جو كده، يعني كام يوم الواحد ايه يغير برضو من نفسية شوية. قلت ايه طبق الهدوم كده معاكم ونرص حاجتنا عشان لو انتي برضو رايحه حته ما تنسيش ايه حاجتك كده. هاخد طبعا البامبرز عشان ابني، يعني هاخد كام كده واحد، ولو احتجت هنشتري، يعني المحلات والصيدليات يعني ما قفلوش، يعني هناخد بس ايه كام واحد كده. وحشتوني جدا جدا جدا، وحشني الكلام معاكم. وحشني كلامكم الجميل ودعواتكم الجميلة في الكومنتات. يا أحلى اخوات، يا أحلى عيلة، ربنا يديمكم كده نعمة ويبارك في صحتكم ويديكم الصحة والعافية ويبارك لكم في أولادكم ويخليكم ويكبر بخاطركم جبر يتعجب أهل السماء والأرض على قد ما انتوا واقفين معايا وشجعيني ودعمني وكلامكم الجميل. ربنا يديمكم كده نعمة ويفرحكم ويكبر بخاطركم ويسعد قلبكم يا رب. اخدت بقى كده ايه اول حاجة كده البامبرز. بعد كده هنطبق بقى غيارات كده ايه بنتي. ادي كده الترنج بتاعها، هنحاول كده نظبطه كده في الشنطة بحيث ان ايه مش عايزة بقى يعني شنط بقى وكياس نطلع بيها، يا دوبك ايه الشنطة. وهناك برضو عند بيت والدي برضو سايبة هدوم يعني، بس انا بحاول ايه اخد حاجات برضو بسيطة معايا. هناخد بقى نلم حاجتنا كده ونطلع كده نغير بقى من نفسية شوية، ونغير يعني ايه شوية كده. لازم الواحد يبقى فيه تغيير عشان تقدري تكملي، لازم تغيري كده وتفصلي شوية عشان تقدري تكملي في اي حتة. المهم تغيري كده وتفصلي. هنا كده ترنج ابني ده كده ما اتلبس جديد، يعني ده اللي كان جاي له هدية في عيد ميلاده. يعني حتى لو انتوا شفتوا الفيديو بتاع الهدايا هتلاقوه يعني من ضمن الهدايا. يعني ربنا يسعد يا رب اللي جابه ويفرح قلبه. كده هاخده هنا متبطن هو وجميل، هاخده كده معايا. برضو انا زي ما قلت لكم انا سايبه غيارات هناك، انا ماخده حاجات بسيطه برضو معايا. هطبق كده ده معايا، وماخده برضو ايه غيارات برضو داخليه، يعني ايه هدوم اللي هي الكلسون وحاجات برضو من جوه عشان خاطر التغيير يبقى كامله تمام. اهو ماخداله برضو فلنا حمالات وفلنا نص كم، ماخداله برضو الكلسون مع الترنج برضو عشان خاطر ايه برضو الجو ساقع برضو اليومين دول.
تلاقوا المقاس هنا كبير. انا بحب لما اجيب حاجه لاولادي اجيب لهم المقاس الكبير. ده لسه جديد ما اتلبس، كنت جايباه اول الشتاء لسه يعني ايه ما اتلبس. اخده برده معايا. بحب اجيب الاولاد يعني حاجه كبيره عشان يبقى العيل لابس الحاجه ما يبقاش مخنوق ويبقى متقيد كده ومتضايق وكاره الهدوم. لا، احب اجيب لهم الحاجه مرحرحه كده، يبقى العيل قاعد كده مرتاح. ولا الحاجه كبيره كده يبقى اكبر منهم، لا يبقى الحاجه كده وسط في المعقول. حاجتنا ونروح نلبس. انا عارفه الفيديو قليل بس حبيت اشارككم حتى لو جزء من يومي عشان انتوا وحشتوني. ربنا يفرحكم يا رب. لكم في اول كومنت مثبت صفحتي على الفيسبوك وصفحتي على التيك توك عشان تنوروني هناك الفيديوهات مختلفه عشان عيلتي التانيه تكبر بيكم، عشان ورايا جيش قوي. ربنا يسعدكم يا رب ويفرح قلبكم. ما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي فات اللي هو ورق عنب مش ورق عنب، هيعجبكم جدا. وسيبوا له بقى دعوه حلوه من قلبكم وكومنت حلو. اسيبكم بقى في فيديو جديد يوم جديد في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.